رامي بن سبعيني مع دي غريغوريو رامي، بروعة رامي، جول. كوفاتش كان على حق. السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم في قناتنا. الدولي الجزائري رامي بن سبعيني كان نجم الحدث في سهرة كروية مثيرة عندما سجل هدفا مع ناديه بوروسيا دورتموند أمام جوفنتوس في افتتاح منافسات دوري أبطال أوروبا. المباراة انتهت بنتيجة التعادل 4-4، وكان هدف بن سبعيني الرابع لدورتموند من ركل الجزاء في الدقيقة 86. المدافع الجزائري نفذ الركلة بكل هدوء وثقة ليوقع على بصمته القارية. لكن ما أثار الجدل لم يكن الهدف فقط، بل الحوار الذي دار قبله. زميله الغيني سيرهو جراسي هو من تحصل على ركلة الجزاء وحاول تنفيذها بنفسه، غير أن مدرب دورتموند نيكو كوفاتش تدخل شخصيا وصرح في وجه بن سبعيني ليأمره هو بالتسديد، مؤكدا أنه المنفذ الأول لركلات الجزاء. وهكذا كتب ابن مدينة قسنطينة اسمه على لائحة الهدافين. تلقى أولمبيك مارسيليا هزيمة خارج الديار أمام ريال مدريد. الدولي الجزائري أمين غويري دخل بديلا في الدقيقة 78 حين كانت النتيجة 1-1، لكن لوام استقبل هدفا ثانيا خلال الدقائق الأخيرة لتنتهي المواجهة بخسارة 2-1. مرة أخرى لاعبون الجزائريون يصنعون الحدث في أكبر المسابقات الأوروبية بين أهداف حاسمة وأداء لافت. كان هذا كل شيء في هذا الفيديو. ما تنساش دير لايك لفيديو واشتراك في قناة ليصلك كل جديد.